بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحلى مسا على عيونكم يا حلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه رأيكم في التورتة القمر النهاردة ديت؟ يا رب تكون عجبتكم. عجباني جدا ما شاء الله، وشكلها جميل ورقيق وبسيط. إيه، وفي تزيين بسيط جدا. يا رب الطريقة تعجبكم. هنعمل النهاردة أوردر عيد ميلاد، هنعمل تورتة نص ونص. وهنعمل دوناتس. شايفين ما شاء الله، تحفة تحفة بجد، أحسن من المجيب من المحلات. هتعمليه في البيت بطريقة سهلة جدا وبشكل جميل ومتكلف كده، وحاجة كده ما شاء الله فخمة يعني. تمام. شايفين تحفة ازاي؟ ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس اللي لسه مشتركش عشان يوصلكوا أي فيديو جديد أنزله إن شاء الله. أنا هنا كنت عاملة كيك نص ونص، أنا عملته معاكم فيديوهات كتير قبل كده، عشان كده ما حبيتش أطول الفيديو عليكم عشان أعمل معاكم الدوناتس والفيديو ما يطولش. هنا تورته معايا مقاس 24، نص ونص شوكولاته ونص فانيليا. هلف بقى داير التورته كله من فوق بمربى حليب. حطيت مربى حليب كده في كيس حلواني، والبلة كده صغيره او كبيره بقى على حسب ما انت عاوزه. وبعدين عملت بالشكل ده كده. الف داير التورته كله، بعدين هقسم التورته 4 ارباع بالشكل ده كده. واحط بقى في كل ربع حاجه. حطيت في ربع منهم على نص الشوكولاته، لا، على نص الفانيليا حطيت ربع نوتيلا بيضة مسيحاها كده على حمام مائي، وحطيتها في الربع ده كده. تمام. نفردها بقى بطرف المعلقة كده كويس أوي بالراحة، عشان كده ما نبهدلش الدنيا. والربع التاني اللي قصادها كده هحط نوتيلا شوكولاتة مسيحاها برضو بمعلقتين زيت كده. ونفردها برضو كويس أوي بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله، سهلة وبسيطة وتزيينها بسيط جدا، بس شكلها جميل في الآخر. عجبتني جدًا، وعجبت بجد الناس اللي أخدوها وشكروا فيها جدًا، والناس عندي برضه على الجروب اتبسطوا من شكلها. وأحط بقى في الربع ده كده، أحط جناش شوكولاتة. جناش شوكولاتة برضه مسيحاه كده على حمام برضه مائي، عشان يكون سايح معايا كده ويفرد معايا بكل سهولة. وأحط الربع اللي قصاده برضه جناش شوكولاتة برضه. شايفين؟ والله من قبل ما تحط عليها حاجة شكلها حلو. قولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات، شكلها حلو والّا إيه؟ هاحط بقى كده التزيين بتاعنا، هاحط كده ويفر شوكولاتة على الربع الشوكولاتة اللي هناك ده كده. والربع اللي هنا ده هاكتب عليه الاسم المطلوب. وهاحط بقى كريسبي شوكولاتة على النوتيلا البيضا، وهاحط كريسبي شوكولاتة أبيض على النوتيلا الشوكولاتة. تمام. هنعكس يعني الألوان عشان تبقى الألوان كده شكلها حلو ومتناسق كده. تمام. هاعمل بقى كده دريبات. أنا ما كنتش عملتها، أو أنا كنت هالِف التورتة أصلًا بورق فاكيوم، بس بصراحة ما حبيتش ورق الفاكيوم، قُلت كده مش حاباه بصراحة. أنا أمّا عملت دريبات لقيتها أشيك من الورق الفاكيوم. من بين كل روزيتا وروزيتا كده هنعمل الجناش. ما تخافيش يعني إيه، حاولي تضبّطي إيدِك كده بين كل روزيتا وروزيتا. تمام. أو بين كل وردة ووردة، أو بين كل مكان فاضي ومكان فاضي. تمام، تمام، تمام. هنعمل بقى كده خطوط كده بالنوتيلا البيضا على الشوكولاتة. وهنعمل خطوط بالنوتيلا اللي هي الغامقة على النوتيلا البيضا، يعني هنعكس الألوان كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي؟ تحفة بجد. هنلف بقى داير التورتة كله. هحط كده باقي الكريمة في كيس حلواني، بس اللي هو فتحته الفتحة سادة. اللي هي بتعمل نقطة دي، بس نقطة كبيرة شوية، أو بتعمل دايرة بس دايرة صغيرة شوية. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي؟ لأن أصلا ما كانش مكان أعمل بالقمع الواسع. نخش بقى على القمر بتاعنا ده. شايفين؟ تحفة بجد. جميل جدا، وبطريقة كده بسيطة وسهلة هيطلع معانا الدوناتس القمر ده. ينفع بقى لأعياد الميلاد جنب التورتة، تحبي تعمليه في البيت، حاجة كده فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. هندخل بقى كده كوبايتين دقيق. أنا حطيت كوباية دقيق، ونسيت أحط التانية، أحطها في الآخر. ومعلقتين لبن بودر، ومعلقتين خميرة، ومعلقتين سكر، وهنقلبهم كده كويس. ده دوناتس 10 دقايق. 10 دقايق وهيكون الدوناتس جاهز معاكي. تمام. حطيت بقى كوباية الدقيق التانية، وبعدين هحط كوباية ونص بس مية دافية، بس تكون دافية دفيان حلو يعني، ما تكونش ساقعة. هقلبهم بقى كده كويس، وهغطيهم 10 دقايق بس. تمام. هو ده بس مدة التخمير اللي احنا هنعملها، وبعدين بقى الدونتس ما فيش ربع ساعة وهتاكلي منه. خططه بقى ده بعد 10 دقايق. شايفين ما شاء الله؟ لو كنت كمان كان عالة كمان. وبقى تحطي كمان تزودي بقى عليه بيضتين او بيضة كبيرة. لو عندك بيضة كبيرة حطي بيضة، ما عندكيش بيضة كبيرة حطي بيضتين. يعني يا بيضة كبيرة يا اتنين صغيرين. وحطيت فانيليا، وحطيت نص كوباية زيت، وهحط 3 كوبايات دقيق. هعجنهم بقى في العجان بالشكل ده كده. أنا الأنواع بالدقيق بتختلف من مكان لمكان، فأنتِ لو الدقيق عندِك لقيتيه محتاج دقيق تاني زوّدي،
لان في دقيق بيحتاج ميه كتير وفي دقيق ما بيحتاجش ميه كتير. يعني انا حطيت كوبايه ونص ميه ورجعت زودت دقيق تاني. طلعت بقى معانا العجينه بالشكل ده كده. عجنتها وهعمل اشتغل فيها على طول برضو، مش هريحها ولا حاجه، لان العجينه دي ما شاء الله في 10 دقايق بس بتكوني عامله اللي انت عاوزاه. والعجينه دي بتطلع منها شغل كتير جدا. ممكن تعملي منها قرص، ممكن تعملي منها سندوتشات كايزر، ممكن تعملي منها اي حاجه. اي حاجه بقى يعني. معجنات بتعمليها منها، ممكن تعملي منها بيتزا. عملت برضو منها بيتزا قبل كده. ونعملها بقى قرص بالشكل ده كده، نكورها يعني كور صغيره زي القرص كده. وبعدين هنقطع بقى الدوناتس، مش هنقطعه بالقطاعة علاء. لا مش هنقطعه. تمام، والله ناسية تصدقوا. هنعمله بقى كده كور وبعدين نخرمه. انا غطيته بس عم اخلص عشان ما ينشفش من على الوش. انا على الوش كده العجينة من فوق، انا عشان متعودة اقول كريمة. فبقول الكريمة عشان وش العجينة ما ينشفش. فشوفوا شايفين انا بفتح الفتحة اللي في النص ازاي، بطريقة سهلة جدا، من غير قطعة بقى ومن غير ما تفردي كده معاكي، بطريقة سهلة جدا. قولي لي بقى الطريقة دي أسهل ولا الطريقة التانية إن احنا نفرد ونقطع بالقطاعة؟ أنا شايفة بصراحة إن الطريقة دي سهلة، بس أنا شايفة إن حجم التانية أكبر. يعني أنا مرضتش أكبر أوي في دي لأن أول مرة أعملها. فخفت بقى تكون كده العجينة كبيرة معايا. بعد ما خلصت على طول ولعت على الزيت كده زي ما انتوا شايفين. الدوناتس ده ما بياخدش مني وقت خالص. وممكن تعمليه بنفس الطريقة دي وتفرديها برضو على الرخامة وتقطعيه بالقطاعة زي ما احنا بنقطع عادي بتقطعوا الدوناتس. وبعدين نسخن بقى زيت كده على النار ونعمله بالشكل ده كده ونحمره او نقليه في الزيت. بس المهم ما تقلبيش الا لما ياخد لون عشان كده ما يتبهدلش معاكي. نقلب بقى كده. انا بقلب هنا بخلة الشيش طاووق. بتبقى سهلة معاكي يعني عشان ما تبهدلش الدوناتس. نقلبه كده وما ياخد اللون الحلو ده نحط اللي بعده لما نخلص الكمية كلها. هنا بقى بعد ما خلصت الكمية كلها وكان برد كمان معايا. سيحت بقى شوكولاتة خام بيضة على الحمام مائي وشوكولاتة خام سمرة برضو على الحمام مائي، مع إضافة كده معلقتين 3 زيت لما الشوكولاتة تفك كده معانا عشان تبقى سهلة كده ما تبقاش ناشفة. هحط بقى كده الكمية اللي أنا عاوزاها بالشوكولاتة البيضة، وهحط برضو الكمية اللي أنا عايزاها بالشوكولاتة الغامقة بالشكل ده كده. ونفرد بقى نحطها كده على صينية أو على قاعدة أو على أي حاجة. بس الإضافات اللي هتحطيها لازم تحطيها والشوكولاتة تكون لسه دافية ما تكونش جمدت. أنا حطيت هنا مكسرات الأول. وبعدين بقى جبت كده شوكولاتاية كده من محل عادي وكسرتها. هي فيها ويفر كده وكراميل، والله ما فاكرة اسمها ايه. ايوه هي دي كسرتها اهو. هي فيها ويفر وكراميل وكريسب كده من النص، فيها حاجات كتير حلوة بصراحة. كسرتها كلها. وكنشت وايه و... وزينت بقى بيها بالشكل ده كده. حطيت شوية على الأبيض وشوية على الشوكولاتة، بس بجد كان طعمها تحفة. والله بجد كان طعمها أحسن من الدوناتس اللي من غير شوكولاتة ومن غير مكسرات. لا اللي بالمكسرات والشوكولاتة ده طعمه جميل بجد. تحسيه كده حاجة كده متكلفة وحاجة فخمة كده. وحطيت برضو هنا مكسرات اهو. ممكن فول سوداني، على فكرة ده فول سوداني، ممكن فول سوداني ممكن بندق، أي حاجة موجودة عندك. وهنعكس بقى الألوان. بالشوكولاتة البيضاء هنعمل خطوط على الغامقة، وبالشوكولاتة الغامقة هنعمل خطوط على البيضة بالشكل ده كده. شايفين؟ فيديو النهاردة سهل جدا وعملنا حاجات جميلة وسهلة وبسيطة. شايفين؟ تحفة تحفة بجد. وطعمه أجمل بجد بصراحة. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم. وحطوا كده الإضافات اللي فوق ديت. هي مش على فكرة شوكولاتة واحدة عملت معايا الكمية دي كلها مع شوية فول سوداني، وطلعت معايا الجمال ده كله. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات عجبكم ولا. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي وصل لحد هنا بقى. وقولوا لي رأيكم وما تنسوش اللايك. يلا سلام عليكم.